أهلا بكم إلى فيديو جديد. وزارة الداخلية تتوعد بترحيل الذين دخلوا على إقامات طلاب أو إقامة عمل أو زيارة وبقوا في البلاد. الوزارة قالت أنه سيتم ترحيل كل الذين تجاوزوا المدة القانونية أو الذين باختصار وبوضوح انتهت تأشيراتهم، وهم نحو 40 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا خلال العام الماضي بتأشيرات كطلاب أو عمال أو زوار، وبعضهم أو حسب الإحصاءات تقريبا ربع هؤلاء 10,000 شخص من هؤلاء بقوا في بريطانيا. الوزارة تقول أن تحقيقات تشير أن كثير منهم قدموا لجوء والآن موجودين في مساكن تمولها وزارة الداخلية، وأن هؤلاء سيتم ترحيلهم بعد انقضاء مدة تأشيرتهم. يعني الواضح أن هم أخذوا التأشيرة ثم طلبوا اللجوء، فهم بقوا في البلاد بناء على تأشيرتهم، والوزارة تتوعد بملاحقتهم. صحيفة ذا ستاندرد تقول أن هذه الأرقام أثارت مخاوف لدى وزارة الداخلية، وبأنه هذا الموضوع مطروح على طاولة المؤتمر الدولي الذي عقد أو بدأ يوم الاثنين، وناقش اختتم أعماله طبعا الآن، ناقش مكافحة الهجرة. تقول أن هناك 40 دولة سيتعاونوا على اتخاذ إجراءات ضد من يحصلون على التأشيرات لغرض ويستعملونها لأغراض أخرى.